فيقول يوم اللي اجوا قالوا سيدنا خلصت فاتحة ابونا السالفة واحدة اثنين ثلاثة، وهذا صار 3 ايام من دفناه، صلاة ما صلينا عليه، زيارة ما زورناه. وطريقة يقول زين، قلت لهم شلون غسلتوا كفنتوا؟ قالوا كذا وكذا. فقلت لهم اكو خطأ بالتجهيز، والتجهيز اكو الى آداب واكو الى مراسيم. حصلنا رخصة من السيد الشهيد رضوان الله عليه، وحصلنا رخصة من السيد الخوئي انه نطلعه ونغسله جديد ونحنط جديد ونصلي عليه جديد، يعني مراسيم جديدة، وما ندفن بنفس الحفرة اللي احنا دفناها، على اقل تقدير تبقى مكشوفة حتى تطهرها الشمس ويندفن بمكان بصفة. يقسم يمين هذا السيد وهو الحالف ولا يزال حي يرزق، ويسمعني يمكن الان. يقول اجينا كشفنا عن قبره، اول ما شلنا الصخرة بدينا نفتح الرمل، يقول الدفان اول واحد شرد، قال انا ما اقدر، ما ممكن، ما اقدر، لو تعطوني مليارات ما اقدر. جبنا واحد ثاني بس قال له بالكرك شكل شفير القبر، قال ابد، شرد. سورة كاملة في القرآن الكريم نزلت بمن؟ بالمنافقين والعياذ بالله. وهذول ما قدرت الأمة في يوم من الأيام تشخصهم وتعينهم وتلفظهم خارج المسيرة. في كل دور في كل زمان تجد المنافقون في أوساط الأخيار، وهم سبب تدبير الناس. وهذا الله سبحانه وتعالى أعد لهذا المنافق، الله سبحانه وتعالى حضر له عدة دنيوية وأخروية، يعني تدميرية على قدر ما هو دمر أسر الله يدمره. هذا أكو عندي واحد من الأصدقاء سيد معمم ينقل لي حادثة بالتسعينات صارت. رجل هو معتمد مرجعية وإنسان محترم وثقة. يقول بالتسعين كان عندنا واحد جارنا توفى، أخذوه ولده غسلوه وكفنوه ودفنوه. يقول رجعوا هم كانوا على عجالة، كانوا ما يعرفون إجراء مراسيم التغسيل والدفن والصلاة عليه وإلى آخره، أصلا حتى صلاة مو مصلين عليه، بس مغسلين ومكفنين ودافنين. فيقول يوم اللي اجوا قالوا سيدنا خلصت فاتحة ابونا السالفة واحدة اثنين ثلاثة، وهذا صار 3 ايام من دفناه، صلاة ما صلينا عليه، زيارة ما زورناه. وطريقة يقول زين، قلت لهم شلون غسلتوا كفنتوا؟ قالوا كذا وكذا. فقلت لهم اكو خطأ بالتجهيز، والتجهيز اكو الى آداب واكو الى مراسيم، آداب شرعية. المكلف لما يفارق الحياة ضوابطها، آداب غسل وكفن ودفن الميت، موجود في الرسائل العملية عند المراجع، الله يرحم الماضين ويحفظ الموجودين، موجود. فيقول وجدت خلة وخطأ في التغسيل، خلة وخطأ في الدفن. يقول ذاك اليوم كتبنا استفتاء، رحمة الله على سيد الخوئي كان مرجع ذاك اليوم، الله يرحم كل المراجع الماضين. كتبنا استفتاء لسيد الخوئي، وبنفس الوقت كتبنا استفتاء للسيد الشهيد الصدر. حصلنا رخصة من السيد الشهيد رضوان الله عليه، وحصلنا رخصة من السيد الخوئي انه نطلعه ونغسله جديد ونحنط جديد ونصلي عليه جديد، يعني مراسيم جديدة، وما ندفن بنفس الحفرة اللي احنا دفناها، على اقل تقدير تبقى مكشوفة حتى تطهرها الشمس ويندفن بمكان بصفة. يقول صرنا نروح، يقول انا باعتباري جارهم قلت في سبيل الله. يقسم يمين هذا السيد وهو الحالف ولا يزال حي يرزق، ويسمعني يمكن الان. يقول اجينا كشفنا عن قبره، اول ما شلنا الصخرة بدينا نفتح الرمل، طلعت ريحة جيفة يعلم الله ما تنقحه، اجل الله سامع هذا المكان. يقول الريحة ما تنشم، يعني ما ممكن ان تطاق. تحط كمامات، تحط كلينيس، تحط قطن، تلزم ثوبك تحطه، ماكو فائدة، ما تنقطع، ريحة كريهة جدا. يقول الدفان اول واحد شرد، قال انا ما اقدر، ما ممكن، ما اقدر، لو تعطوني مليارات ما اقدر. جبنا واحد ثاني بس قال له بالكرك شكل شفير القبر، قال ابد، شرد. يقول تقريبا بيهم 6 7 8 نجيبهم دفانة، يابا بس حفرنا القبر احنا نطلع، قال ابد، ما تنقحهم الريحة، نوب يطلع شلون البوخة من قبره، دخيلك ربي.
بالتالي يقول جبنا لنا واحد طلب علينا مبلغ 10 أضعاف، يعني إذا يحفر بدينار يطلب 10 دنانير، إذا يحفر بألف يطلب 10,000، 10 أضعاف. قلنا له ننطي بس يكشف لنا القبر، بس يكشف، مو يطب يطلع، بس يكشف لنا القبر. يقول فعلا تلثم الرجل وبعد جهد جهيد طلع التراب، بس يقول المقبرة كلها انترست تجي في أجل الله السلام. يقول صرنا نريد نطلعه، لا الابن يتجرأ يطلع أبوه ما يقدر، قبر مات بيبوخه وبريحه كريه، لا الابن الثاني يقبل ما يقدر. يقول السيد ولا أنا أقدر. بعدين تعاونت، رحت جبت لي بعد دفان آخر، بعد دفعنا 10 أضعاف، بعد نزلت أنا وياه قال كون تعاوني، يا دوب قدرنا نطلع لبرا. يقول طلعناه من لقينا أولا الكفن مالته صاير، شايف الكاغد الأبيض متسلط عليه شوية جداحة شلون يسومر، مسومر شلون المسلط عليه نار. يقسم يقول السيد فتحنا الكفن لقينا الشعر مالته صاير شلون السيامة بالضبط مثل السيم صاير، نستجير بالله وبمحمد وآل محمد. يقول مثل السيم صاير شعره، وجهه أسود كالح. شايف كالح، يعني الكالح شنو في القرآن الكريم؟ كالحون. يقول عن ذول اللي يعذبهم في جهنم يقول كالحون. الكالح يعني سنونه مكشرة ووجهه أسود. شلون يعني؟ أقرب لكم الصورة حتى أكثر. راس الباجة جل الله السامع مال الخروف أو غيره، شلون ينظفوها الأخوة القصاصي؟ بيجيبون نار يسلطوها على الوجه، من النار تضربها لأن الشفتين يرتفع اللي فوق تكشر الأسنان. شايفيهم هذول؟ الله سبحانه وتعالى يقول المجرمين هالشكل يسترجون كالحون هالشكل. هذا يقول لقينا وجهه كالح، أسنانه مكشرة والوجه أسود كالليل المظلم. عجيب. يقول أنا بسام أريد أن بس أجهز أخلص من عنده. جهزنا، أقول صلينا، أقول أجرنا المراسيم، جبت أولاده قلت لهم هنا حدي أنا بعد ما أرجع، هم منا من الجنوب في منطقة معينة ما أريد أذكرها، تعالوا احكوا لي هذا أبوكم إيش بيه. يقول ابن الأكبر الأصغر ما إلني يحكي، بس ابن الكبير قال عمي هي ما تضم، إحنا نضم عليك على الله نضم، بعد أنت تورجت سيدنا، بس أنت هذا أبونا نريد من الله منك أن تسترنا، لا تقول بالمنطقة. قال لا بل أنا ما أستركم، بس قولوا لي شنو صار وضعه. وضع عدة شغلتين يا جماعة الخير. أول وحدة قالوا هذا أبونا قبلة الله منين ما يندله صلامك. ليش قلت لكم أول يوم بهذا المجلس المبارك تتذكرون أهداف الإمام الحسين اللي خصنا لنا تقريبا 5-6 أهداف أو أكثر. واحدة من عندن قلنا الحسين شهيد صلاة، نعم دمعة مأجور، حضورك مأجور، تلبس أسود مأجور، كل شيء بثوابه، لكن الصلاة تبقى هي محور هذه الأعمال. إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت لا. شلون؟ أولا قال ما يصلي، قال هسه ما يصلي، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. بعد أكو شيء غير؟ قال إيه أكو شيء غير. قال شنو؟ قال عمي هذا أبوي ما خلى بيت بعشيرتنا ما هجمه، منافق. لعن الله المنافق. شوف هاي بالدنيا جاي يوصل لنا رسالة، وبالآخرة بعد التحدث ولا حرج. منافق. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، صحيح من حقه الله سبحانه وتعالى، من حقه ودون ما يخالف. تأخر صلاتك شوي، تقصر بعملك شوي، تأخر بحجك شوي، ما أعرف عمل صالح شوي تأخره، ممكن من حق مالات الله. الله كريم. اجى عبد الله بن عباس ذول اثنين قالوا له من الذي يتولى الحساب يوم القيامة؟ قال لهم الحساب يتولاه الله، الله اللي يتولى. اثنين هم قاعدين، واحد نزل الثاني قال له قوم لقد نجونا ورب الكعبة. قال له شلون؟ قال له جواد كريم، والجواد الكريم ما يدور على الزغار، قوم ما طول الحساب يا أمام الله أمن. إذا بيد ابن آدم لا بالله يقطع عليك حتى الهوى، لكن حسابنا يا أمام الله أمن، قوم نجونا ورب الكعبة. الله كريم، لكن إلا حق ابن آدم. شوف كل شيء ممكن الله يتغافل أو يعوفه أو يعفو أو يصفح، إلا ابن آدم. أذية الإنسان، ظلم الإنسان للإنسان، هذا في قانون الله ما يروح يا جماعة الخير. لهذا تواهبوا، مغتصب لك حق واحد، ماخذ لك حق واحد، مشهر على واحد، مشنع على واحد، ساب واحد، شاتم واحد، متهم واحد بشيء هو مو بيه، ماخذ حق من واحد،
اليوم بالدنيا تقدر تلملم، ترى باكر بالآخرة ما تقدر تلملم. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الملائكة يضحكون عليك يقولون إنها كلمة هو قائلها. شنو هو؟ كيف اللي يسولف خلي يسولف، وكل يسولف نقول له إيه؟ إنها كلمة هو قائلها. اليوم بالدنيا تقدر تتواهب وتقول له فلان برين الذمة، باشر بالآخرة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. يقول المصطفى الصادق الأمين صلى الله عليه وآله النبي محمد يقول يوم القيامة هذه الأم ايش كثر اكو وشيجة عاطفة بين الابن والأم، ايش كثر اكو حب بين الابن وأمه. يوم القيامة تجي الأم تقول له وليدي رضعتك من قلبي وحملت بيك 9 أشهر وشلتك على اجتافي وربيتك قولتها هن علج لحم وكبرتك وتعبت عليك. وليدي أريد منك حسنة واحدة، أنا محتاجة بس هاي الحسنة. يقولها أمه اتركيني أنا مشغول بنفسي، ما فارغ ليك. أمك قال حتى أمي. وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس ايش بيهم وما هم شنو مو سكان ولكن شنو ايه هنا. نسأل الله أن ينجينا يوم الفزع الأكبر. الله يرحم الشاعر قال لا يظل عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل. ما عندنا غير الله وهم، وإلا الحكي صعب.